السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وصفات سلمى. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديو ديالي، ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر ابوني مع الضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد. مع اقتراب عيد الفطر اليوم وجدت لكم واحد الغريبه ديال الكاكاو، كتجي معلكه ولذيذه بزاف وكتجي مشققه، والمقادير ديالها ساهلين وبساط. غادي نحتاجو فيهم 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق الفورس اولا دقيق فرينه اولا الدقيق الابيض، 3 البيضات، كاس ديال السكر الثقيل اولا السكر كلاصي، نصف كاس ديال الكاكاو من النوع الممتاز، ربع كاس ديال الزبده اولا ملعقتين كبار، ملعقه صغيره من الفانيلا، وخماره وحده اولا بيكين باودر وحده ما يعادل 7 غرام. غادي ندير في واحد الاناء الفانيلا مع سكر ثقيل اولا سكر كلاصي، كاس ديال العنبه، غادي نضيف ليه ربع كاس ديال الزبده اولا 2 معالق كبار، وغادي نخدمهم جيدا. غادي نضيف الكاكاو نصف كاس يكون من نوعيه جيده، وغادي نضيف البيض 3 البيضات، وغادي نخلط هاد العناصر جيدا حتى يمتزجوا مع بعض. هاد الحلوى كتجي لذيذه محبوبه الاطفال، كيبغيو الكاكاو تبدلي ليهم شويه لبيتو تعطيوها ليهم في بلاصه البسكويت ديوه معاهم المدرسه، كتجي رائعه. غنضيف دابا الدقيق والبيكين باودر، وغادي نخلط هاد العناصر جيدا. ها هي نضيف الدقيق اللي بقالي، في الاخير غادي نحصلوا على واحد العجين كيلتصق في اليد على هذا الشكل. غادي نديرها دابا في الثلاجه لمده 2 ساعة. من بعد ما غدوز 2 ساعة اللي غنخرجوها من الثلاجه ونبدا نكورها. ها هي من بعد ما خرجناها من الثلاجه من دازت 2 ساعة. دابا غادي نحتاج السكر ثقيل فاش غادي نمرمدها. غندير الايد ديالي غير شويه د الزهر، وغادي نبدا كنكور كويرات. ونمرمدهم في السكر كلاصي جيدا. بنفس العمليه ندير كويرات ونديرهم في السكر ثقيل. غنبقى على هذا الشكل حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. بنفس العمليه انا كنمرمدهم في السكر ثقيل. دابا غادي ندخلها للفران من الفوق حتى تشقق ليا على حراره، عاد نشعل عليها لتحت باش طيب. ها هو الشكل ديالها النهائي، كتجي رائعه ولذيذه بزاف. الى